هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو النهارده هكلمكم عن مواد الترم التاني وايه المواد اللي انتوا تاخدوا بالكم منها كويس. فهقول لكم على المواد السهله والمواد اللي انتوا ممكن تقعوا فيها وتاخدوا بالكم منها كويس. قبل ما ابدا الفيديو كان في سؤال جالي على القناه بس انا ملحقتش اشوفه، ان لو انا شلت ماده وعايزه اسجلها بس في سنه تالتة، هل الساعه بتاعتها هتزيد؟ هي تقريبا ما بتزيدش، يعني بتبقى الساعة هي ساعة وقتك، يعني هي ساعة ما كنت شايلاها تقريبا، لان انا معرفش المعلومة دي بصراحة. فهي تقريبا بتفضل بنفس السعر، واللي بعدك بقى لو شال نفس المادة بتبقى بسعره هو برضو. فاهمين قصدي؟ يعني على حسب السنة اللي انت كنت شايلاها فيها. ده تقريبا اللي انا عارفاه، بس عشان التعليق اتمسح فانا ما لحقتش اشوفه، بس حاولت يعني افتكرت ان انا اجاوب عليه. احنا تقريبا عندنا في الترم التاني 7 مواد. اول مادة اللي هي الميكروبيولوجي، المادة دي بصراحة كانت من احلى المواد اللي انتم ممكن تاخدوها في حياتكم في الجامعة بجد. ولو جالكوا دكتور محمد اسعد اعرفوا ان انتوا خلاص انتوا مقفلين المادة، بجد بيسهل علينا الموضوع جدا. هو اللي كان بيديلنا، وكان بيقول لنا الامتحان هيجي من كذا وكذا وكذا، وفي المقالي ركزوا على الثلاث اسئله دول هيجي سؤال منهم، وبيشرح كل حاجه بالتفصيل، واللي مش فاهم بيعيد له تاني. بجد كان من احلى الدكاتره عندنا في الجامعه، ولحد دلوقتي هو اكتر دكتور انا حبيته بصراحه. لو هو جالكوا الماده دي في امان. تاني ماده هي الكيمستري. تقريبا الكيمستري في الترم التاني، الكيمستري كانت برضو سهلة جدا، سهلة جدا جدا. الكيمستري اللي عندنا بقى في سنة تانية هي اللي صعبة، بس الكيمستري في سنة أولى لا بصراحة كانت حلوة جدا. أول معملين هيبقى الموضوع سهل، بعد كده هتبدأوا في الصعب واحدة واحدة. بس لو انتوا ركزتوا من الاول، يعني من اول سيكشن خالص، صدقوني انتوا مش تنسوا حاجه، وكل حاجه بالنسبه لكم هتكون سهله. بس انتوا محتاجين تركزوا من البدايه، فهتلاقوا الموضوع سهل جدا، لان كل حاجه بتترتب على الحاجه اللي قبلها. يعني لو انتوا اصلا ما حضرتوش من اول معمل، اعرفوا ان انتوا خلاص كده ضيعتوا، يعني لازم تعرفوا كل حاجه من البدايه. عندنا في مختبرات الكيمستري هي مش صعبه ومش سهله، بس هي بالنسبه لي بصراحه كانت صعبه، انما الامتحان مثلا العملي كان اسهل حاجه ممكن تشوفوها في حياتكم. في حاجات صعبه بالنسبه لي بس عدت يعني الحمد لله. بس برضو يعني انا عموما ما بحبش الكيمياء، عشان كده ما برتاحش فيها. بس عامه هي في سنه اولى سهله جدا وهتتبسطوا منها قوي، بس لو انتوا ما ذاكرتوش من الاول زي ما قلت لكم هتبقى صعبه عليكم. تالت ماده واللي هي البعبع بتاعتنا كلنا حرفيا، هي الفارما اللي هي الفارماكولوجي، مادة الأدوية. بجد يا جماعة من أصعب المواد اللي هتقابلكم بصراحة. انتوا محتاجين تذاكروها يعني كلها وتراجعوها 100 مرة عشان تعرفوا تحلوا لها الأسئلة بتاعتها. أكتر مادة محتاجة تركيز وفهم هي المادة دي. دايما بتسألوني نسمع مين على اليوتيوب. انا ما انصحكوش انتوا تسمعوا حد معين على اليوتيوب، لان مفيش حد بيشرح منهج علوم صحيه بالظبط زي ما هو. لان مثلا احنا الجامعه بتاعتنا المنهج بتاعها مختلف عن جامعه الدلتا، عن جامعه المنصوره الجديده، عن اي جامعه اهليه. كل كليه في جامعة معينة بتبقى مختلفة عن الجامعة التانية، فالمنهج بالظبط محدش بيشرحه كويس بنفس الطريقة، او بيبقوا مزودين حاجات او بيبقوا منقصين حاجات. فاحنا نذاكر ازاي؟ لو انتوا واقف عليكم محاضرة معينة، مثلا واقف عليكم في الفارماكولوجي، اكتبوا شرح محاضرة كذا كذا كذا. يعني اكتبوا اسم المحاضرة نفسها، ما تكتبوش شرح مادة الفارماكولوجي، لا اكتبوا اسم المحاضرة نفسها. وقتها هتلاقوا ناس فعلا بتشرح المحاضرة دي. ممكن تكون مزودة حاجات، ممكن تكون ناقصة حاجات، بس انتوا بقى هتكونوا واخدينها اصلا، فعارفين ايه اللي عليكوا وايه اللي مش عليكوا. فدي بالنسبة لليوتيوب. انا عامة ما كنتش بسمع يوتيوب خالص غير في الاناتومي والهيستولوجي، كنت بسمع شوية بس انا مش فاكرة كان اسمه ايه بصراحة، بس هيظهر لكم يعني فيديوهات كتير. بعد كده مادة الeffective communication and presentation skills، تقريبا ده اسمها. كانت اللي هي مهارات التواصل، وبتعلمكم برضو ازاي تعملوا برزنتيشن، ازاي تقدموا، ازاي تعملوا حوار مع حد. بصراحة المادة دي ممتعة جدا جدا جدا. آه، بس مش ناس كتير بتفهمها، يعني مش ناس كتير هتفهمها او مش ناس كتير هتذاكرها. هي مش محتاجة مذاكرة، بس محتاجة يعني فهم. هي محتاجة ان انتوا تفهموا ايه اللي بيتقال.
بس مش محتاجه دح يعني في الموضوع، مش محتاجه ان انتوا تقعدوا تكتبوا وتذاكروا مش عارف، مش هتعرفوا تذاكروها، هي محتاجه بس انتوا تفهموها بس. بعد كده الهيومن، هي اسمها law and human right. الهيومن دي مادة بالعربي، ومن اسهل المواد اللي انتوا برضو هتقابلكوا. امتحانها سهل جدا، امتحانها كان فيه صح وغلط واختر، كانت سهلة جدا وهي بالعربي عامة، ف سهلة قوي وسهلة قوي ان انتوا تذاكروها، وحتى لو انتوا مش عارفين الإجابة انتوا هتجاوبوا، هي من نفسكم كده انتوا هتعرفوا تجاوبوا. بعد كده الاناتومي والهيستولوجي برضو محتاجين مذاكرة كويسة جدا. في امتحان كده بيبقى عملي، كان بيجيلنا على البروجيكتور صور او اسئلة، واحنا بنختار بنكتب كده يعني. ده كان ب40 درجة، هما كانوا يعني المادتين على بعض، فكان ب40 درجة، ومن اسهل المواد، او مش من اسهل يعني، هي ممتعة، هما ممتعين جدا، فهتحسوا الموضوع سهل، انما اصلا لو انتوا بتحبوهمش مش هتحسوا ان هما سهلين ومش هتذاكروهم. بس بصراحة هما سهلين يعني، هما حلوين قوي. ممكن الهيستولوجي اللي تبقى صعبة شوية عليكم، بس بصراحة الاناتومي حلوة، من وجهة نظري الاناتومي حلوة. وبعد كده اخر مادة واللي هي الفسيولوجي، مش عارفة بصراحة اقول لكم هي سهلة ولا صعبة، بس هتعدي يعني. انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس هي كويسه يعني، مش اللي هي وحشه قوي، بس هي بالنسبه للناس بتكون صعبه، بس انا بالنسبه لي كانت حلوه يعني. بس دي السبع مواد تقريبا، ولا مش فاكره كام، تقريبا دول اللي عندنا في الترم التاني في سنه اولى. آم، حلوين وهيعدوا على فكره، وهتجمعوا درجات في طول الترم. خلي بالكم بس من سنه تانية واختاروا التخصص صح، لان انا التخصص بتاعي من اصعب التخصصات، اللي هو تخصص مختبرات. بجد بجد هتقعوا فيه كتير جدا، انا مش عارفه اقول لكم ايه. اقسم بالله احنا الامتحانات عندنا مش هقول صعبه، هي مميته مميته. اشعه واحصاء ورعايه رايقين، بالذات اشعه واحصاء رايقين قوي يعني. احنا كان عندنا امتحانات مقالي كتير، هما كان عندهم كله اختياري في الميد ترم ومش عارفه ايه، كانوا يعني مفيش بعد كده. فمختبرات صعبة جدا للناس اللي عايزة تدخل تخصص مختبرات، التخصص صعب، بس حلو يعني، هو حلو بس صعب، فانتوا لو حابين خشوا، لو مش حابين روحوا في حتة تانية. بس انا شايفة إن هو مستقبله حلو، وأشعة برضو مستقبلها تحفة. آم، ورعاية مطلوبة جدا طبعا في المستشفيات، بس التمريض واخدين الشغل كله يعني. رعاية هنا في مصر مش موفرة لها حقها. عموما احنا الكلية بتاعتنا بتبقى مزيج بين الطب والهندسة، انت بتتعامل مع أجهزة وفي نفس الوقت بتتعامل مع مريض، بتساعد الطبيب في تشخيص حالة المريض وعلاجها بطريقة غير مباشرة، مش انت اللي بتعالجه مباشر. دي المواد. طيب ازاي نذاكر المواد دي؟ انا عملت فيديو قبل كده ازاي نذاكر المواد الطبيه، هحطهولكوا في الديسكريبشن بوكس، وقلتلكوا ازاي تعرفوا ان الماده دي محتاجه تتذاكر بالطريقه كذا او محتاجه تتذاكر بطريقه كذا. فهحطلكوا لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس عشان ما اطولش عليكم. آم، لان مش هعيد الكلام تاني، لان خلاص يعني معروفه، فهمتكوا كل حاجه. ولو ماده صعبه علينا يا جماعه، هي بس محتاجة بس مذاكرة حاجة بسيطة وان شاء الله هتعدي. بس دي المواد اللي عندكم، وان شاء الله هتعدي. التاني سهل، بس محتاج تركيز شوية. ومادة الفارما ركزوا عليها جامد، دي اكتر مادة تركزوا عليها جامد، وربنا يوفقكم كلكم. وبس ده كان فيديو النهاردة، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اشوفكم في فيديو جديد.